صدمة جديدة لإلياس المالكي. المحكمة في الجديدة كترفض السراح المؤقت، وهادشي اللي وقع في الجلسة. قضية ستريمر الشهير إلياس المالكي مازال مخلطة، والجديد هو أن المحكمة الابتدائية في مدينة جديدة قالت كلمتها بخصوص طلب السراح المؤقت اللي تقدم به الدفاع ديالو. في أحدث التطورات لهذا الملف اللي شاغل الرأي العام، قررت الغرفة الجنوحية التلبوسية بالمحكمة الابتدائية بجديدة رفض ملتمس السراح المؤقت اللي حطه المحامي ديال إلياس المالكي. هيئة الحكم شافت باللي خاصو يبقى في الحبس الاحتياطي، سجن سيدي موسى ومتابعته في حال اعتقال، وحددت تاريخ 9 دجنبر باش تكون الجلسة الجاية. الدفاع ديال المالكي حاول يقنع المحكمة باللي موكلو عنده جميع ضمانات الحضور بحال السكن القار والشهرة ديالو، وعرض كفالة مالية باش يخرج يتابع في حال سراح. ولكن النيابة العامة رفضت هادشي وتشبتت بالمتابعة في الحالة ديال الاعتقال نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة ليه والسوابق القضائية اللي عنده. القضية هاد المرة باينة حامضة كتر من المرة اللي فاتت ديال 2024. المصادر كتقول باللي المالكي كيواجه تهم ثقيلة ومتعددة، شي تقارير هضرت على 22 تهمة مختلفة، وهادشي جاب عاد شكايات جديدة خلاتو يرجع للواجهة القضائية وتفتح عليه باب المشاكل مرة أخرى مع القانون. وكيف ما كنعرفوا، إلياس يلاه دوز عقوبة حبسية في 2024 4 شهور بسبب قضايا سابقة، ودابا الأمور تعقدت عليه كتر. إلياس غادي يكمل الأيام الجاية في حبس سيدي موسى في جديدة كيتسنى الجلسة ديال 9 دجنبر. واش غادي يقدر الدفاع ديالو يجيب البراءة ولا غادي تكون عقوبة جديدة؟ هادشي اللي غادي يبان في الأيام الجاية. وانتوما اشنو بان لكم في قضية إلياس المالكي؟ واش كتظنوا باللي كيستاهل يخرج ولا القانون خاصو ياخذ المجرى ديالو؟ خليو لينا الآراء ديالكم في التعاليق، وما تنساوش لايك وبارطاج باش يوصلكم الجديد.